السلام عليكم. كنرحب بكم في درس اليوم من سلسلة دروس تعلم اللغة الألمانية بالدارجة المغربية. غنستمروا في الدروس ديالنا، واليوم غنشوفوا درس بعنوان über die Familie berichten، يعني غادي نحكيو على العائلة. هنا كتشوفوا أول صورة عندنا مكتوب hören Sie noch einmal und ordnen Sie die Bilder zu. Was hat Maria erlebt؟ عندنا هنا واحد السيدة سميتها ماريا، وغنشوفوا الأحداث اللي قامت بها في الرحلة ديالها وشنو وقع لها. فعلى بركة الله نبداو الدرس ديال اليوم. هنا عندنا أول جملة: Na, wie war die Reise? Erzähl doch mal. Ich bin schon um 3 Uhr aufgestanden, aber ich habe fast das Flugzeug verpasst. هنا في هذا الحوار عندنا شخص كيسول ماريا وكيقول لها Na, wie war die Reise? Erzähl doch mal. Na, wie war die Reise؟ بحال شي حد كيقول لك ايوا عاود لينا على الرحلة ديالك. عندنا الرايزة هي الرحلة ولا السفرية ولا السفر، هي دي رايزة هو السفر. وإتسيل الفعل هو إرسيلن. هنا عندنا كنقولو إتسيل دوخمال يعني عاود لينا، يعني احكي لينا اشنو وقع ولا كيفاش دازت الرحلة ديالك. فماريا كتجاوب كتقول Ich bin schon um 3 Uhr aufgestanden، يعني فاقت مع 3 ديال الصباح. Ich bin schon um 3 Uhr aufgestanden. الفعل هو aufstehen، وهنا مصرف في الماضي القريب، لذلك قلنا قالت ماريا Ich bin schon um 3 Uhr aufgestanden. aufgestanden هو البارتيسيب 2 ديال الفعل aufstehen، وهذا الفعل المساعد اللي هو sein. Ich bin schon um 3 Uhr aufgestanden. Aber لكن ich habe fast das Flugzeug verpasst. aber قلنا هي لكن ich habe fast das Flugzeug verpasst يعني بحال اللي كانت تزقل لها الطيارة وتمشي عليها وما تسافرش بها. هي verpassen شي حد كان على شوية وتمشي عليه الطيارة، ولا شي حد شوية ومشي عليه التران، ولا يمشي عليه الكار، ولا شي وسيلة ديال النقل. لذلك قالت aber ich habe fast das Flugzeug. Flugzeug هي الطائرة، وهنا عندنا verpassen يعني كان غادي تزقل لها الطيارة. إذا ملي كنصرفو في الماضي القريب كنقولو ich habe fast die Flugzeug verpasst. ich habe verpasst. فالبارتيسيب 2 ديال verpassen هو verpasst. نشوفو الجملة التالية: Was ist denn passiert؟ إذن هاد الشخص كيسول ماريا كيقول لها واشنو وقع، يعني كيفاش وقع لك حتى كانت غتمشي عليك الطائرة. Was ist passiert؟ passieren هو حدث. Was ist denn passiert؟ وهنا عندنا عاوتاني الماضي القريب كتشوفو الفعل زاين فعل مساعد، و passiert في البارتيسيب 2. أشنو قالت لي؟ قالت auf dem Weg zum Flughafen hat der Bus ein Rad verloren. auf dem Weg كتعني في الطريق، يعني في الطريق ديالها zum Flughafen، في الطريق ديالها للمطار. hat der Bus يعني هذاك الطوبيس اللي كانت راكبة فيه. hat ein Rad هي الرويضة. hat ein Rad verloren يعني طاحت ليه الرويضة. هذا هو المعنى ديال هاد الجملة hat ein Rad verloren. هنا كتشوفوا في هاد الصورة هادي، يعني هنا كنشوفوا طوبيس ميل لليسار ياك، والرويضة ها هي هنا كتشوفوا هنا طايحة. إذن hat ein Rad verloren. Auf der ganzen Reise habe ich nicht mal eine Tasse Kaffee bekommen. ودابا كتحكي ملي ركبت للطائرة قالت لهم auf der ganzen Reise يعني طول السفرية. auf der
هنا كتشوفوا دي رايزه مع الداتيف اللي دخل عليها فالبشتمت ارتيكل دي ولا دار، لان او في هذه الحاله كيستلزم الداتيف. auf die ganzen Reise habe ich nicht mal eine Tasse Kaffee bekommen. هاد bekommen هادي هو partizip 2 ديال الفعل bekommen، لذلك كنشوفوا الفعل في البارتيسيب 2 ما كيتبدلش، لانه هنا عندنا واحد الفعل مساعد haben وبيكومن مصرف في الماضي القريب. لذلك قالت auf die ganze Reise habe ich nicht mal eine Tasse Kaffee bekommen، يعني طول السفرية ما جابوا لي حتى كاس ديال القهوة. هنا كتشوفوا في هاد الصورة 4 هي كتفكر بغات تشرب القهوة ولكن ما جابوهاش ليها. إذن نشوفوا الجملة الأخرى hast du denn wenigstens ein bisschen geschlafen، قال لها واش على الأقل نعستي شي شوية. hast du الفعل هنا المساعد haben geschlafen، هاد geschlafen هو البارتيسيب ديال البارتيسيب 2 ديال الفعل schlafen اللي هي نام، يعني واش ما نعستيش حتى شوية. فكتجاوب كتقول ich habe es versucht، versuchen يعني حاول يعني حاولات تنعس ich habe es versucht. هاد اس هادي كتعود على هاد الجملة كاملة، هاد الجملة كاملة هادي كتعود عليها هاد اس، تقول لها راه حاولت ولكن die Sitze waren total unbequem، ولكن الكراسة ما كانوش مريحين لذلك ما نعستش. رجعوا للتمرين. هنا قال لك hören Sie noch einmal und ordnen Sie، ordnen يعني رتب دي بالله. فعندنا هنا الصورة رقم 1، الصورة رقم 2، الصورة رقم 3، الصورة رقم 4. إذن الجملة الأولى اللي قلنا na wie war die Reise erzähl doch mal، فجاوبات قال ich bin schon um 3 Uhr aufgestanden aber ich habe fast das Flugzeug verpasst. إذن هنا عطاو الجواب الصحيح هو هاد الصورة هادي، يعني كانت الطيارة تمشي عليها. دابا نشوفو الجملة التالية was ist denn passiert، أشنو وقع. فجاوبات auf dem Weg zum Flughafen hat der Bus ein Rad verloren. إذن هنا الرقم غيكون هو رقم 1. أما الجملة الموالية auf die ganzen Reise habe ich nicht mal eine Tasse Kaffee bekommen، هنا كنا كتفكر في كاس ديال القهوة، إذن غيكون هنا رقم 4. الجملة الموالية hast du denn wenigstens ein bisschen geschlafen، واش نعستي. كتجاوب ich habe es versucht aber die Sitze waren total unbequem، unbequem غير مريحين. إذن الصورة رقم 3. ننتقل هنا لهاد الصورة هادي lesen Sie das Gespräch aus C1 noch einmal und ergänzen Sie، يعني غنقراو هادشي اللي قلناه ونكملو. هنا عندنا الفعل في باسن أنه كانت غتمشي عليها الطائرة. في باسن شي حاجة كتسقلها وكتمشي عليك، سواء كانت طائرة ولا قطار ولا حافلة ولا طاكسي ولا كيف ما كان. إذن غتقول ich habe وكتكمل الجملة ديالك وكتقول verpasst. ich habe mein Bus مثلا verpasst. verlieren يعني فقد، هي verlieren شي حاجة كتفقدها. ولا شي حد كيكون كيلعب شي ماتش كنقول الفرقة مثلا هاد verloren gegen الفرقة B، ياك عندنا فرقة كتلعب مع فرقة B، واحد الفرقة غادي تربح والأخرى تخسر، إذا كتقول دي مانشافت هاد verloren. وهنا في هذا المعنى هذا verloren يعني فقد، وقلنا في الجملة دي بوس هات ein Rad verloren، يكون هو verloren. عندنا الفعل bekommen، قلنا bekommen هي تلقى، ملي كنصرفو نقول ich habe es bekommen يعني تلقيت، فالبارتيسيب 2 كيشبه الفعل الانفينيتيف.
أما versuchen حاول، فكنقول ich habe es versucht، يعني حاولت. ich habe es versucht، حاولت. passieren شي حاجة كتوقع، ملي كتسول كتقول was ist passiert، was ist passiert، أشنو وقع. هادو هما البارتيسيب الصغار ديال هاد الأفعال هادو اللي عندنا هنايا. هنا كنشوفو هاد الجدول الصغير verpassen verpasst، هذا verb وهذا partizip 2. verpassen partizip 2 ديالو هو verpasst. bekommen ما كيتبدلش، قلنا هي bekommen. erleben كتنتهي بالتي، و passieren كتنتهي أيضا بالتي، بحال verpassen verpasst. نعقلو على هاد الأفعال والبارتيسيب 2 ديالهم. ندوزو دابا للصورة الموالية. هنا كنشوفو عندنا واحد السيدة اللي سميتها يوليا، ها هي هنا، وكاتبين هنا يوليا فاميليه، يعني العائلة ديال يوليا. زين نزيد شتامباوم، شتامباوم هو هذاك الشجرة ديال الأسرة، هي شتامباوم. أن الفعل هو أنزين، يعني شوف، ونأجنسنزي وأكمل. هنا عندنا هاد الأسماء هادي، عندنا كوزينة، عندنا شفستا، عندنا فاتا، غوس فاتا أو أوبا، طانت، نيشت، شفاغا، موتا. وعندنا هاد الصورة هادي، هاد الصورة كاتبين عليها غروس ألتان. إذا هذا هو غروس فاتا، هذا، وهذه هي غروس موتا، يعني الجد والجدة. غروس موتا هما هي هادي. إذا شنو غيكون هنا؟ غيكون غروس فاتا. ولا أوبا. إذا الجد والجدة شنو غيكون عندهم؟ غيكون عندهم أبناء. إذا هاد الألتان، واحد من هاد الألتان غيكون ابن هاد الجد والجدة. وهنا نفس الشيء. يوليا دايرين هنا خط، يوليا هي بنت هاد الزوجين. إذا هادي أمة يوليا وهذا الأب ديال يوليا. وبالنسبة ليوليا هادو، ولا هذا الراجل هذا هو الأونكل ديالها، هذا هو الأونكل ديال يوليا، لذلك كتبو هنا أونكل. إذا شنو خاص يكون هنا؟ هنا خاص يكون هنا خاص تكون موتر ديال يوليا، وهنا خاص يكون فاتر ديال يوليا. إلا كان هذا هو الأونكل، فهاد الأبناء هادو شكون غيكونوا؟ غيكون كوزان، البنت غتكون كوزينة، ابن العم وابنة العم، كوزينة. أما هاد الصورة هادي، فهاد البنت هادي غتكون هي شفاستر ديالها، يعني أختها، شفاستر. وشفاستر ديالها مزوجة بهاد السيد اللي عندنا في الصورة. إذا راجل أختها يكون هو شفاغر، يكون هذا هو شفاغر. شفاغر هو راجل أختها. والأبناء ديال أختها غيكونوا نيشتا. إذا هاد ابن هاد بنت أختها هادي غتكون نيشتا، والابن يعني ولد أختها يكون نافع. ملي كتشوفوا تعرفنا على الشجرة ديال العائلة ديال يوليا. عندنا هنا غروس ألتان، عندنا غروس موتا، غروس فاتا، عندنا أونكل، وهنا الزوجة ديالو. الأونكل كتسمى طانتا.
احنا نعتبر اسم طنطا. عندنا الأم والأب، عندنا الكوزينة كوزان، نعم العمة، عندنا الأخت وهذا شفاغر يعني نسيبها، وعندنا الأبناء ديال بنت اختها نيشته نيفه. هي شجرة العائلة ديال يوليا. ننتقلو للفيديو الثاني. هنا كاتبين ريتسل. ريتسل هو اللوز. عندنا هنا واحد اللوز والسؤال شنو هو؟ Wer ist das؟ من هذا؟ فهنا كنقولو يوليا bekommt ein Kind. إذن يوليا نفترض أنها حامل وغادي تستقبل واحد الولد، يعني غادي تولد واحد الطفل. إذن ihre Eltern bekommen dann ein إذن إلا كانت يوليا حاملة وغادي تولد بالطفل، الوالدين ديالها شنو غيتلقاو؟ غيتلقاو واحد انكلكيند، إذن واحد الحفيد. إذن الوالدين ديال يوليا غيتلقاو واحد الحفيد انكلكيند. الجملة الثانية غنشوفو يوليا هايراتت. إذا يوليا كتزوج die Schwester von ihrem Mann ist dann ihre، والأخت ديال راجلها كتسمى شفيغرين. شفاغر هو نسيب وشفيغرين هي النسيبة. Der Vater von Julias Ehemann ist dann ihr Schwiegervater. إذن der Vater يعني الأب von Julias Ehemann، الأب ديال زوج يوليا، ist dann ihr Schwager هو النسيب ديالها، والنسيب هو Schwiegervater، والنسيبة هي Schwiegermutter. النسيب Schwiegermutter هي النسيبة. وهاد الصيغة دابا اللي شفنا ديال يولياس موتا يمكننا نشرحوها دي موتا فون يوليا. إذن يا إما كنقولو فون دي موتا فون يوليا، ولا فون ما كنذكروهاش كنذكرو ديريكت يولياس كنقولو موتا، يولياس موتا. نعقلو على هاد الصيغة. هاد الصيغة مازال غادي نشوفوها مستقبلا من غادي نذكرو الكينيتيف، نعقلو عليها هكا. ننتقلو الجدول الثاني. عندنا هنا كونجونكسيون فايل. الجملة كتقول ماريا كومت ناخ دويتشلاند. ماريا هادي تجي لألمانيا فايل لأنها زي فروند ان دويتشلاند هات، حيت عندها أصدقاء في ألمانيا. هنا كتشوفو ملي استعملنا الصيغة ديال فايل هادي نيبنزاتس، ونيبنزاتس دائما الفعل كيتحط في آخر الجملة. كتشوفو هنا كونيونكسيون das Verb am Ende، كتشوفو هنا في آخر الجملة. ودائما كما قلنا كنديرو فاصلة، فاصلة اللي كتعبر على نيبنزاتس. الجملة الثانية إيس زاوا هو غضبان، هو غضبان إيس زاوا فايل حيت morgen arbeiten muss. إذن هو ما راش بقاش ليه حيت غدا خاصو يخدم. إذن هاد السببية فايل دائما كتستلزم أن الفعل اللي تصرف كيتحط في آخر الجملة. هنا عندنا الفعل موس اللي هو مضارع فيرب هو اللي تصرف، أما أبايتن تبقى في الانفينيتيف كما هو. نشوفو الجملة التالية إيس فروليش، بحال نقولو هو فرحان فايل حيت sein Freund ihn abholt. إذن هو راشقا ليه حيت الصديق ديالو هو غادي يجيبو، مثلا يجيبو من المطار ولا من محطة ديال القطار ولا مشي بلاصة. عندنا هنا واحد الصيغة ديال السؤال كتقول warum ist er müde؟ علاش هو عيان؟ الجواب حيت weil er die ganze Nacht nicht geschlafen hat.
يعني هو اللي الكل منعش. إذا كتشوفوا هنا فايل استلزمات أن الفعل المصرف كيتحط في آخر جملة. فايل die ganze Nacht nicht. هنا عندنا أداة النفي nicht يعني منعش. geschlafen hat هي منعش. geschlafen هو البارتيسيب تصريف ديال schlafen، و hat هو التصريف ديال hilfsverb ديال الماضي القريب. هاد الصيغ هادو كنا شفناهم، دابا درنا غير مراجعة. عندي هنا البيرفكت trainbare verben. perfect trainbare verben. عندي هنا البريفيكس زائد جي، يا إما تي في الآخر ولا إن في الآخر، يعني الفعل كيدخل عليه جي وكتضاف ليه في النهاية يا إما تي يا إما إن. غنشوفو هنا أمثلة. عندي الفعل أبهولن، كان في التصريف في الحاضر كنقول إيه هولت أب، يعني كتجيب شي حد ماشي بلاصة. ولا تقول الماضي القريب غادي تقول إيه هات زاينن فرويند abgeholt. إذن trainbare verb أب كتكتب، جي كنديروها الوسط و تي كدار في الأخير، إذن abgeholt. نشوفو الفعل aufstehen أيضا trainbare verb. sie steht auf يعني هي فاقت. Maria ist 3 Uhr aufgestanden. إذن كنشوفو أن trainbare verb prefix تذكر هو الأول، بعد زدنا عليها جي إي، ولكن في النهاية ضفنا إي إن في الأخير aufgestanden. نعقلو على هاد الصيغة ديال التصريف trainbare verb في البيرفكت. ننتقلو دابا القاعدة الموالية perfect nicht trainbare verb. نشوف الأفعال اللي ماشي ترينبار ونشوفو الصيغة ديالهم بالبيرفكت. إذن بيكومن قلنا ما كتبدلش، كتبقى كما هي. زي بيكومت أنا مصرفة في هي. كنقولو كارين هاتي بوست كارت بيكومن. السيدة كارين تلقات واحد الرسالة، ولا كنقولو حنا كارت بوستال، تلقات كارت بوستال بوست كارت. هنا كنشوفو النهاية ما كنديروش كي، هنا ما كاينش كي، نقدرو النقاط يا اما كنهيو بالتي ولا بي ان في الاخر. هنا كتشوفو اون كي بلا هاد كي هادي، بلا كي. نعقلو على الخاصية هادي. بيكومن بيكومن بقات كيما هي ما تبدلاتش. عندي ارليبن زي ارليبت يعني عايشات واحد الحدث. ماريا هات فيل ارليبت يعني عيشت ولا دوزت بزاف ديال الحوايج. ياك فكنشوفو البارتيسيب تصفاي ديال ارليبن هو ارليبت، يعني النهاية انتهت بحرف تي في الأخير كما كتشوفو هنا. نشوفو الجملة الموالية. فيرشتين فاهمة يفهم. دي بوليتساي also die versteht هي تفهم. دي بوليتساي hat nichts verstanden يعني الشرطة ما فهمت والو، لأن تشوفو النهاية ب ان في الأخير عكس النهاية هنا ديال دي. و هاد الصيغ هادو يمكننا نضيفو عليهم جميع الأفعال اللي كيبداو بإمب بحال empfangen end entkommen geh. فعل شي فعل كيبدا بجي إي بحال gefallen zerstören مثلا. هاد الأفعال اللي كيبداو بهاد الصيغ هادي كيتصرفوا في الماضي القريب بنفس الطريقة. نقولوا على القاعدة. دابا نشوفوا الأفعال اللي كتنتهي بإيرن. مثلا باسيرن اللي كتسول كتقول قبل ما ندخلوا للسؤال، إلا صرفنا باسيرن في الحاضر كنقولوا إس باسيت شي حاجة وقعت. ومني كنصرفوا في الماضي القريب هاد باسيرن كتولي باسيرت، كتدخل الهاتف في الاخر، ولكن بدون هاد اون، بدون هاد كي هادي، بلا كي. ما كنقولوش كي باسيرت، خطا، كنقولو باسيرت. اذا السؤال تقول واس است باسيرت اشنو وقع. واس است باسيرت هي اشنو وقع.
عندي فعل ديسكوتيرن يعني كتناقش شي حاجة، في ديسكوتيرن حنا كنناقشو واحد الموضوع، ولا نصرفو في الماضي القريب كنقولو wir haben lang diskutiert يعني ناقشنا هاد الموضوع مدة طويلة ولا استغرقنا فيه واحد المدة. عندي هنا قاعدة موالية نامن ام جينيتيف يعني الاسماء في حالة ديال الجينيتيف. كنا شفنا فون بلوس داتيف اللي هي هادي دي موتا فون يوليا، فون يوليا. اما على نقول الجينيتيف كنقول يولياس، كندخل اس على يوليا كتولي يولياس موتا يعني هي الام ديال يوليا. هذا هو المفهوم ديال هاد الصيغة هادي، نعقلو عليها. عندي هنا ميتغفول ارشتاونن. ميتغفول هو شي حد كتكون كتفهم ولا كتحط في نفسك في الوضعية ديالو فكتفهم هذاك الاحساس اللي هو فيه في هذيك اللحظة. ارشتاونن يعني شي واحد ارشتاونن كيتعجب، شي حد كيتعجب لشي حاجة. هنا كتقول زو اين بيش، قلنا بيش هو سوء الحظ، ولا كتقول زو اين تسوفال، تسوفال هي الصدفة. ملي كتعجب في شي حاجة كتقول زو اين بيش يعني لسوء الحظ، ولا كتعجب كتقول زو اين تسوفال يعني يا لها من مصادفة. ولا في باينليش، شي حد كيقول في باينليش. إذا في باينليش، إذا في باينليش شي حاجة محرجة، في باينليش شي حاجة كوميش، شي حاجة غريبة. فهادو هما التعابير اللي كنعبرو بها على الأحاسيس اللي كنحسوها في هاديك اللحظة. إما كتقول زو اين بيش لسوء الحظ، زو اين تسوفال يا لها من مصادفة، ولا في باينليش شيء محرج، ولا كوميش شيء غريب. انتريسي فيكن يعني شي حد كتقوم بإيقاظ الميول ديالو للاهتمام ديالو. Also, was wir da erlebt haben, du glaubst es nicht. شي حد كتعاود ليه وكتقول ليه also إذا was wir da erlebt haben هذاك الشي اللي عايشناه du glaubst es nicht ما يمكنلكش تصدقوه. stell dir vor تخيل معي. ولا كتقول ليه aber du weißt ja ولكن انت كتعرف. ولا كتقول لي und jetzt kommt das Beste الآن أنا أعود لك أحسن حاجة وقعت ليا. يا kommt das Beste يعني das Beste يعني أحسن حاجة، و kommt يعني ملي كتعاود ليه kommt das Beste كتعاود ليه شي حاجة وقعت. هنا في هاد الصورة عندنا der Fernseher اللي هو التلفاز هذا funktioniert nicht. قلنا funktionieren هو يعمل. ملي كندخلو عليها أداة النفي nicht يعني هاد التلفاز لا يعمل. في الجملة إلا صرفنا der Fernseher funktioniert nicht في الماضي القريب غنقولو der Fernseher hat nicht funktioniert ما خدمش، هاد التلفاز هادي ما خدماتش. عندي الجملة الموالية onkel Willy repariert ihn يعني العم فيلي ريباريرن هي يصلح. هاد إن كتعود على Fernseher، كتعود على Fernseher يعني كنقولو der Fernseher. ف إلا كان غائب كنقولو إن. في التصريف كنقولو onkel Willy hat ihn repariert. onkel Willy hat ihn repariert. إذن onkel Willy قام بالإصلاح ديال التلفاز، قام بإصلاح ديال التلفاز. نقلو على هذا الجواب. عندي dann macht ihn wieder an ملي صلحو شعل التلفازة. dann hat ihn wieder angemacht. قلنا trennbare verb كنديرو البريفيكس الأول كندخلو جي والبارتيسيب 2 كينتهي بالتي. إذا anmachen البارتيسيب 2 ديالو هي angemacht. إذا النهاية بالتي. هذا اللي كنا شفنا. نعقلو على هاد
الحالة هذه anmachen angemacht. الجملة الموالية die Nichten und Neffen haben lachen laut. يعني Nichten und Neffen أولاد الأخت ولاد الأخ كيضحكوا بصوت مرتفع laut. lachen laut. Die Nichten und Neffen haben laut gelacht. هنا كتشوفوا عندي الفعل ماشي تريمبار يا فعل عادي فلاخن في البارتيسيب كيولي gelacht. gelacht البارتيسيب الصغير ديال لاخن هي gelacht. نعقلو على هاد الخاصية ديال لاخن البارتيسيب الصغير ديالها. الآن ننتقلو الصورة الموالية. Tante Hanne يعني الخالة هانا sitzt im Restaurant جالسة في الريستوران und isst einen Fisch كتاكل. هنا isst بدوبل اس كتعني اسن. isst einen Fisch كتاكل واحد السمكة. dann passiert etwas Dummes. dumm شي حاجة بليدة وقعت لها شي حاجة بليدة. Onkel Willy فوتوغرافيات اس وداك الشي اللي وقع لها صورو اونكل فيلي هذاك آلة التصوير اللي كان هاز. اذا طانتا هانا زيت من الرستوران اشنا نقول طانتا هانا هات im Restaurant gesessen sitzen gesessen. نعقلو على هاد الصيغة ديال sitzen. gesessen. الجملة الثانية und isst ein Fisch und hat ein Fisch gegessen. Partizip صغير essen هي gegessen. hat gegessen. So, dann passiert etwas Dummes. ومن بعد وقعت لها واحد الحاجة اللي هي بليدة. dann hat etwas Dummes passiert. قلنا passieren كتنتهي بالتي. passiert إذن بالتي. نعقلو على هاد البارتيسيب 2 passieren passiert. نعقلو على هاد الصيغة. الجملة الموالية أونكل فيلي فوتوغرافيتس. أونكل فيلي صورها. إذن أونكل فيلي هات اس فوتوغرافيات. إذن كتنتهي أيضا بالتي. فوتوغرافيرت. نقلو حتى لهاد البارتيسيب 2 ديال فوتوغرافيرن. قلنا أي حاجة كتنتهي بإيرن في البارتيسيب 2 ديالها كتدخل عليها التي في الآخر. بلاصة اي ان كنضعو حرف تي. نقلو هاد الخاصية هادي فوتوغرافيرن قلنا فوتوغرافيات. انفورميرن انفورميرت. باسيرن باسيرت. نشوفو آخر صورة هنا هامبورغ ايربورت. هنا عندي واحد السيد مشى المطار ديال هامبورغ. فنشوفو شنو وقع ليه. طانتا هانا تسيت ناخ كولن عندنا الخالة هانا تسيت الفعل هو تسين يعني كترحل. wohin nach كولن إلى أين كترحل مدينة. إذن نقولو طانتا هانا ist nach كولن قلنا البريفيكس كنضيفو جي gezogen على الكولن. Onkel Willy fliegt zu ihr. يعني
الخال فيلي ist zu ihr geflogen. هنا كتشوفوا الهيلفسفيرب هو sein ist geflogen. غنشوفوا الجملة الموالية. nimmt das falsche Flugzeug. يعني يركب في الطائرة الخطأ. ist ولا hat هنا Hilfsverb haben. Hat das falsche Flugzeug genommen. Doppel M. Nehmen. Genommen. نعقلو على هاد الصيغة ديال annehmen كتولي angenommen، ولكن هنا الفعل nehmen، إذا نعقلو على الصيغة ديال nehmen كتولي genommen. nehmen partizip 2 ديالها هي genommen. نعقلو على هاد الخاصية هادي. Und kommt in Hamburg an. Und ist in Hamburg angekommen. Angekommen, Partizip 2 ديالو. Und ist in Hamburg angekommen. نعقلو على هاد الصيغة ديال kommen في الماضي القريب كنقولو ist angekommen. شوفوا آخر صورة. Wir trainieren das nun 3-mal. في Partizip في الماضي القريب كنقولو wir haben das nun 3-mal trainiert. قلنا أي حاجة كتنتهي بإيرن كتولي عندها تي في الآخر trainiert. نعقلو على هاد التصريف trainiert. ننتقلو الجملة الموالية اللي هي كتقول und studierte und studieren es dabei genau und haben es dabei genau studiert. كتشوفوا هنا الفعل studieren انت هبتي studiert. الجملة الموالية wir fangen ganz langsam an. الفعل هو anfangen. إذن wir haben ganz langsam an Präfix ge كنضيفو ليها ومن بعد fangen. wir haben langsam angefangen يعني بدينا بشوية ماشي بسرعة. ganz langsam angefangen. نقولو على هاد الصيغة هادي. الجملة الأخرى am Ende geht es schon ganz schnell. في الأخير كلشي داز بالزربة. شوفوا آخر جملة am Ende geht es schon ganz schnell. Am Ende ist es schon ganz schnell gegangen. ولا الصيغة هادي ist gegangen. وهاد الجملة كنهيو الدرس ديال اليوم. كتشوفوا هنا راجعنا الصياغ ديال الماضي القريب ياك بيرفكت. شفنا الصياغ ديال التعجب erstaunen. شفنا نامن im Genitiv يعني الأسماء في الجينيتيف كيفاش كنصيغوهم كنضيفو لهم اس. شفنا البارتيسيب 2 كيفاش كيتركب قلنا بجي وبدون جي. وشفنا الصيغة ديال ترين بارافير. وشفنا الصيغة ديال الأفعال اللي كتنتهي بإيرن. أيضا شفنا الصيغة ديال فايل السببية وقلنا بأن الأفعال دائما اللي كتصرف كتوضع في آخر الجملة. وهنا ذكرنا بعض المعلومات على العائلة. نعقلوا على كوزان كوزينة. نعقلوا على نيشت
Neffe. Nichte und Neffe. هنا nichte بدون، أنا كتبتها بآر بدون آر فقط بحرف إي. nichte كيما هنا مكتوبة عندكم nichte. تعرفنا على الأخت شفاستها، الزوج ديالها كيتسمى شواغا، الأم والأب، الجد والجدة. نعقلو على هاد الأسماء. شفنا أمثلة على بارتيسيب تسفاي ديال الأفعال اللي شفناهم، وهنا شفنا كيفاش كيتصرفو، كيفاش كيتكتب بارتيسيب تسفاي ديال هاد الأفعال هادو. شفنا البارتيسيب ديال هاد الأفعال، شفنا كيفاش كيتكتبو، وشفنا القصة ديال ماريا وشنو وقع ليها السفرية ديالها. إذا نعقلو على هاد المصطلحات. الهدف من هذا الدرس هو نشوفوا مصطلحات جديدة ونراجعوا القواعد اللي شفناهم. إذا كنشكركم على المتابعة. كنصحكم تعاودوا تشوفوا هذا الدرس تراجعوه، وأحسن طريقة باش تعقلوا على الكلمات أنكم تكتبوها. دائما أي كلمة شفتيها جديدة ضروري تكتبها باش تعقل عليها، لأن في الامتحانات كيكونوا أيضا امتحان ديال الإملاء اللي كيتسمى الديكتات، وامتحان ديال الإملاء أيضا كيتحسب بالنقاط. فتحاولوا تعرفوا الكلمات كيفاش كيكتبوا باش ما تضيعوش النقاط في الإملاء. إذا كنتوا أول مرة كتابعونا اكتبوا لنا في التعليق من أي مدينة من المغرب كتابعونا. إذا كنتوا كتابعونا من شي بلد آخر مثلا ألمانيا اكتبوا لنا من أي مدينة ولا أي ولاية. على أي كنصحكم تراجعوا هاد الدروس وتعقلوا على المصطلحات، وكما قلت لكم ضروري تتعلموا في هذا المستوى أتصفاي تكتبوا الكلمات باش تعلموا تركبوا الجمل. إذا كنشكركم، انتظرونا في الدرس القادم في موضوع جديد. سلامة.